السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد لطفي، وأول فيديو على قناتي قناة تجربتي. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض في سلسلة فيديوهات، وإن شاء الله هبادل إن شاء الله التجربة معاكم ومعلوماتي، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا معي. وبدأت إن شاء الله بإذن الله في تحضير شوية مواضيع، بس قلت أبدأ معاكم أول فيديوهاتي بصراحة بسلسلة فيديوهات صغيرة كده، 3 4 فيديوهات عن الموتوسيكلات الصيني، لأن صحابي وزمايلي وناس كتيرة أوي معاهم موتوسيكلات وبيتبهدلوا. وإن شاء الله الفيديو دوت هيقول لكم إزاي الميكانيكية واخدين كأس العالم في الشلوحة. بدايتي مع الأعطال في الموتوسيكلات الصيني بدأت من سنة 19 2019 إن شاء الله. يعني كان قبل كده كان معايا موتوسيكلات بصراحة حلوة ما تعبتنيش، لغاية ما اشتريت الموتوسيكل دايون 7. حصل شوية دروبات فيه، فقلت إن شاء الله بإذن الله دور على ميكانيكي كويس كده يظبطني. كنت أعرف ميكانيكي بسم الله ما شاء الله يعني عليه يعني في حتة بعيدة شوية كده في الجيزة. يعني رحت له إن شاء الله بإذن الله كده، الله أكبر عليه يعني. يعتبر ضحك عليا، مش هقول لكم يمكن ضحك عليا دي قليلة شوية. يعني كان المفروض حسيت إن أنا الغيار التالت فيه خشونة شوية، فقلت له يعني ظبط لي الدنيا وكده. طبعا لازم الموتور يتحل، طبعا حل الموتور دوت يعني بفلوس. سبت له الفلوس وسبت له المكنة، إن أنا كنت متعامل معاه قبل كده من زمان وكان كويس. مشيت رجعت بعديها بيومين، يا عم حاج، قال لي لا تمام ظبطتها لك. خدت المكنة وطلعت بيها، بسم الله ما شاء الله. امشي الاولاني والتالت بقى فيهم خشونة، رجعت له تاني لسه فيهم نفس العيب. قال لي لا ازاي، ده انا ظبطت لك وعملت لك. خدت المكنة ومشيت، قلت يمكن بتلين، برضه نفس العيب. رجعت له تاني وجبت له قطع غيار من عندنا وقطع غيار اصلية. خد يا عم الحاج، بسم الله ما شاء الله. برضه قال لي عينيا الاتنين وكده. كل اللي عمله بسم الله ما شاء الله، الحاجة كنت جايبها له يعني متظبطة، راح مخرجة من بعضها. وقال لي دي الحاجة اللي كانت في الموتوسيكل. وببص على الموتور ما لقيتش الموتور اتفتح، مفيش مفك اتضرب فيه. يعني انت عارف فتحة الموتور بيبان عليه ان الموتور اتفتح واتغسل واتنضف، مفيش حاجة. صرفت كام؟ 1200 جنيه. طبعا انا خرجت من عنده نفس الخشونة في الغيار. ربنا كرمني بقريب ليا، قال لي لا في واحد ميكانيكي عندي كده ان شاء الله هيظبطك في شبرا الخيمة، اسمه من غير اسماء. الراجل الله يبارك له فكت على الموتور، غير لي شجرة التروس وظبط لي الدنيا وغير لي البوجيه. بس برضه حاسس ان المكنة مش اللي هي. بيني وبينكم انا يعني لسه صارف 1200 في نصباية، واللي بعديه برضه خد 1200 او 1100. دخلت في 2500 بقطع الغيار بالمصاريف وبكله يعني. المهم قعدت بالمكنة لغاية ما شوية كده، قلت بقى ايه، محتاج بقى ان انا اظبط حالي. قلت مش مشكلة امشي بيها شوية كده. رحت الميكانيكي، برضو يعتبر يعني جار ليا في المنطقة. يا عم الدنيا فيها كذا 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 كذا. قال لي لا دي هتاخد 4000 جنيه او 3 ونص ومش عارف ايه وكده. قلت له طيب ماشي. بيني وبينكم يعني عملية كبيرة قوي يعني، مش هينفع. المهم ف بسم الله ما شاء الله يعني. آه المكنة كانت كويسة معايا ومفيش أي حاجة. لقيت مرة واحدة كده العجلة اللي قدام عايز يتغير لها البلي، العجلة اللي قدام. يعني كفاية الشلوحة بقى بتاعة الموتور دي حاجة، والشلوحة دي بقى حاجة تانية. تخيل كده لما أغير بلي العجلة اللي قدام، مثلا النهاردة الساعة 5 المغرب، تاني يوم 5 المغرب البلي يفرق. والله زي ما بقول لكم كده البلي يفرق. يعني 24 ساعة المكنة ما مشيتش فيهم، ما كملتش 24 كيلو البلي يفرق فيهم.
ازاي معرفش، وستر ربنا ان انا عملتها تحت البيت عندي، يعني خلاص يعني مش محتاج بقى ان انا اروح في حته. خدت اجر كده لميكانيكي قريب، قلت له البلي فرق، راح مغير لي بليتين. رجعت الميكانيكي تاني يوم اللي انا غيرتهم عنده، قلت له يعني ينفع تحط لي بليتين؟ ومجرد ما تاني يوم يفركوا، قال لي لا ولا يهمك، عندي مش عارف ايه عندي دي يعني. المهم حسيت بعقدة، وحسيت ان انا خلاص يعني مفيش ميكانيكية هنا ينفعوا معايا، بسبب بقى الشلوحة دي. ما بقاش عندي ثقة في الميكانيكية اللي بيحبوا يشتغلوا الناس، مش عارف ليه، خصوصا اللي معاهم مكن دايون 7، يحسسوك ان هم خلاص يعني ان هم معاك مكنة مش موجودة، وبيتعاملوا مع حاجة نادرة مع ان هو الموتور اللي في الدايون 7 هو اللي في التفاحة، هو اللي في الدايون 2. في مكن كتير الصيني هو يعتبر الموتور هو واحد. انا بصراحة يعني مش هقول لكم، كنت تعبت نفسيا لدرجة ان انا فكرت ان انا فعلا ابيع المكنة. تخيل بقى ان انت مش لاقي ميكانيكي كويس، خايف تروح عند اي حد يتنصب عليك، حتى الميكانيكي بتاع شبر الخيمة مع انه غير لي شجرة التروس وما بقاش في خشونة، بس المكنة برضو مش، ما انت فتحت موتور وغيرت حاجات كتير، المفروض المكنة ترجع لطبيعتها. مفيش الكلام دوت. انا خلاص فقدت الثقة. ومن هنا وبسبب الشلوحة اللي هم شلوحاني ديت، سبحان الله، بدأت أفكر بره القاهرة. وده السبب اللي خلاني أعمل الفيديوهات عن الموتوسيكلات، بسبب اتنين ميكانيكية رحت لهم، يعني بصراحة الله يبارك لهم. أول واحد محمد السيد، اللي هو بيقولوا عليه الدكتور، وفعلا هو دكتور، الله يبارك له، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. و... والأسطورة بصراحة عمرو أبو دقة. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الفيديوهين الجايين إن شاء الله هتكلم إن شاء الله عن واحد للدكتور بتاع الموتوسيكلات محمد السيد، وإن شاء الله الفيديو اللي بعده الأسطورة عمرو أبو دقة. والاتنين بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني بصراحة عتاولة ومتمكنين في شغلانتهم، وكنت أتمنى إن الاتنين دول يشتغلوا مع بعض. وإن شاء الله بإذن الله استنوا معايا الفيديو الجاي إن شاء الله عن الدكتور بتاع الموتوسيكلات، الأخ العزيز محمد السيد. وإن شاء الله بإذن الله تابعوني، ولو هتستفيدوا معايا إن شاء الله بإذن الله، يا ريت يعني تشاركوا الفيديو على أي حد معاه موتوسيكلات، لأن اللي أنا هقوله إن شاء الله بإذن الله في الفيديو اللي جاي والفيديو اللي بعده هيهم أي واحد معاه موتوسيكل صيني، هيوفر عليه حاجات كتيرة قوي، هيشيل من عليه هم، وهيشيل من هيرجع له ثقته في الموتوسيكل. يعني في ناس كتيرة فعلا كانت عايزة تبيع مكانتها بسبب انها راحت للناس دول، رجعوا يعني مش هقول لك فاضل لهم شوية ويحضنوا الموتوسيكل بتاعهم. ومتشكر لكل واحد تابعني في الفيديو دوت، ويا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا لي اشتراك، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده اقدر افيدكم باي معلومات.